ده شباب فيديو للتأكيد وتوثيق المعلومة اللي الأستاذة كاتباها، اللي احنا كنا بنتكلم فيها امبارح في البث. فكرة ان المسيحي دايما شايف ان انت اللي مش فاهم. هي المشكلة فيك انت، المشكلة مش في الإيمان المسيحي، المشكلة مش في ان في إله بيكلم إله تاني، المشكلة مش في الإيمان المسيحي خالص. المشكلة ان في نص بيقول قال الرب لربي، لا ده المشكلة فيك انت. المشكلة ان اللي في الصينية ده هو الله، لا المشكلة فيك انت. المشكلة ان الله مش عارف يختار انبياء وبيختار انبياء فعلوا كل رذيلة، لا المشكلة فيك انت. فهي دايما المشكلة فيك انت. دي الجملة اللي بتتقال في الكنيسة لما اي حد مسيحي يجي يتكلم. ايه المشكلة؟ في فهمك انت، ما عندكش روح القدس. لا والله يا فندم عادي بفهم، وربنا سبحانه وتعالى اداني عقل افكر بيه وافهم بيه. لكن المشكلة ان حضرتك اللي مش فاهمة عقليات الناس اللي انت بتتكلمي معاها. هم حفظوك كده في الكنيسة، ابوك الكاهن قال لك بص هم دول مش بيفهموا، فخلاص دول مش بيفهموا. بغض النظر انت بتتكلمي من اي مسلم، هتروحي تقول له انت ما بتفهمش. هي المشكلة مش فيه يا فندم، المشكلة في الايمان المسيحي اللي البابا شنودة بيقول في كتاب قانون ايمان عن الثالوث ان كل واحد من الاقانيم الثلاثة رب واله، كل واحد من الثلاثة رب. فكري كده بعقلك، البابا شنودة بيقول كل واحد من الثلاثة رب، يبقى كام رب كده يا فندم؟ والله المشكلة مش فينا احنا، ربنا يهدينا ويهديكم.